السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه، أخباركم إيه؟ الأهلي بيخسر عادي، ما بقيناش نعلّق على مدربين دلوقتي، من فترة ريبيرو وإحنا ما بنعلّقش على مدربين، هتقول لي ليه؟ هاقول لك عشان ما بقاش في فرقة في النادي الأهلي، بقينا نخسر من طلائع الجيش عادي، بقيت تخسر من أي فرقة عادي، بقى ده العادي اللي أنت بتقدّمه ككورة للنادي الأهلي، بقوا هي دي فرقة النادي الأهلي، بقينا دايمًا لمّا نيجي ننتقد الفرقة يقول لك أنت بتعمل وأنت تسوّي وأنت هتسوّي وأنت هتعمل وأنت إزاي تنتقد وأنت إزاي تعمل، أنا هاقول لك ليه، لإن دلوقتي بقى في لجان، بقت قصة لجان، بقى قصة توجيهات، بقى يقول لك لأ أنت إحنا هنهاجم ده يبقى نهاجم ده، إحنا نعمل ده إحنا هنعمل ده، هو ده بقى النادي الأهلي، عشان كده أنت دلوقتي بقيت تخسر من كل الفرق اللي أنت هتقابلها. كل الفرق اللي أنت هتقابلها الفترة الجاية ربنا يستر، الماتش الجاي عندنا يانج أفريكان ربنا يستر على المباراة دي، وربنا يستر على فرقة النادي الأهلي، أنا جاي بس طالع إحنا اتفرجنا طبعًا على المنتخب واللي حصل، الواحد ما لوش نِفْس يتكلم أصلًا في كورة، بس أصلًا النادي الأهلي ما بقاش في كورة تتكلم فيها، ما بقاش في فرقة تتكلم فيها، الموضوع بقى صعب جدًا، بقى صعب جدًا، بقى صعب جدًا، مش عارف ليه، يعني أنا مش عارف إيه اللي بيحصل جوّه النادي الأهلي دلوقتي عشان تبقى الفرقة بالشكل ده. أنت دلوقتي بقت قصة سماسرة وقصة لعيبة ما لهاش لازمة تلعب في النادي الأهلي ولعيبة بتاخد ملايين على الفاضي، والله لعيبة بتاخد ملايين على الفاضي. في قصة جوّه النادي الأهلي، يعني إحنا خلاص خلصنا من المنتخب، دخلنا بقى في النادي الأهلي وهنتكلم في النادي الأهلي وإحنا ده فرقة ده الماتش السنغال، ماتش السنغال اللي قُلنا المنتخب ما أدّاش، عمل ماتش أحلى من الأهلي عمله امبارح مع طلائع الجيش، دي الخلاصة، فربنا يستر على اللي جاي.